مدرجة في دمائها على إثر فعاله، ثم ذهب إلى بيته وأشعل سيجارة من مخدر الحشيش. فأي خسة تلك، وأي عقلية إجرامية تلك التي لا تأبه بما آتته من جرم فاحش. السيد الرئيس، حضر السادة القضاة الأجلاء، حملت إلى حضراتكم رسالة حروفها تمطر دمعا واسعا، رسالة مجتمع بأسره قالوا فيه نريد أن نطمئن على الأهل والأبناء وأن يقبض ويقتص لنا ممن أجرم وأساء. إن المتهم فتن وطاشت أحلامه وعميت بصيرته، فلم يرى من النور إلا ظلاما، ومن اليسر إلا عسرا، ومن الخير إلا شرا. فماذا يكون لك أيها المجرم بعد أن اقترفت جنايتك؟ ستطاردك روح حبيبها في كل مكان، سيطاردك شكل وجهها وهي في آخر اللحظات، سيطوف حولك خوفها وفزعها حين ألقت بجسدها في الطرقات. فاعلم أن ميزان العليم لا يترك مثقال ذرة إلا ورصدها. أيها الجاني قد استوقدت نار شهوتك وسجنتها معك بضع دقائق بسيارتك، فإن لها ربا سيحاسبك بنار أشد من التي استوقدتها، وسيمر عليك ذات الخوف في سجن ليست دقائق بل سنوات. شربت المخدرات، هتكت الأعراض، خطفت المجني عليها وروعتها، ونكلت عن مساعدتها، فليس لك اليوم إلا الجزاء. السيد الرئيس، الهيئة الموقرة، إني لا أستشعر الآن بابي تلك القاعة تنفتح على مصراعيها، ثم تأتي منها شابة تكتسب البياض، فإذا ما اقتربت شيئا فشيئا فتبيناها المجني عليها قادمة مبتسمة، حتى إذا ما بلغت من السير حتى هذا الحد ورأت المتهم فسقطت على ركبتيها ومدت ذراعيها حيث جروحها وزحفت قدرا فقدرا حتى بلغت منصتكم ودنت منها ها هنا قائلة: هذا المتهم الماثل أرعبني والله شاهد، هذا المتهم الماثل روعني والله شاهد، هذا المتهم الماثل آثرت الموت على فعاله والله شاهد، هذا المتهم الماثل تسبب في موتي والله شاهد. ثم تستدير في صمت وتولي وجهها شطر وجه دخولها، فإذا من بين هؤلاء الحاضرين بتلك المقاعد من هب وتشبت كف يده بيدها وأجهشت بالبكاء قائلة: لا تتركيني فتعذبيني، لا تتركيني فتعذبيني، فإني أمك وأختك وصديقتك. فإذ بها تجيبها بعد أن أزاحت دموعا من على خديها قد ضاقت بها عينيها